السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ نبتدي الفيديو بتاعنا زي ما احنا متعودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تالت تجهيز من تجهيزات رمضان معانا. هنعمل السيرم بتاع الكنافة والقطايف، أو الشربات بتاع الكنافة والقطايف الهريسة، ما عدا البسبوسة. الهريسة البسيمة، إنما البسبوسة بتبقى عايزة الشربات بتاعها بيبقى خفيف وبيتعمل بيبقى سخن في ساعتها. احنا معانا نص لتر ميه، هنولع عليه البوتاجاز، وكيلو سكر، كيلو كامل، يبقى نص لتر ميه على كيلو سكر كامل. ده سر الشربات بتاع المحلات، بيبقى مركز وتقيل. ده تاني سر معانا. بصوا بقى حبايبي، دوت اللي هو عسل جلوكوز. هو عبارة عن 750 ملي، احنا هنحط 500 ملي بس منه. قصدي 500 جرام منه بس، يعني هنحط ايه، يعني هيبقى هنسيب فيه ربعه بس. هو بيبقى تقيل كده. هي مش مكلفة، يعني الازازة ديت ب25 جنيه انا جايباها. هتعملي منها كذا كذا حاجة، يعني هتبقى عندك لاستخدامات كتيرة. بصوا احنا حطينا الجلوكوز، عسل الجلوكوز مع السكر. ما تخافيش، مش هيتقل منك ولا يحجر ولا يكلكع ولا حاجة. هنبتدي نقلب فيه كده، هيفك معاكي واحدة واحدة كده وهو على النار. تقلبي واحدة واحدة كده بالراحة، بمضرب، بمعلقة، واحدة واحدة معاه خالص لحد ما يفك. عسل الجلوكوز مع السكر مع نص لتر مية. مش هو اسمه عسل جلوكوز اهو كده. بصوا خلاص، هنجيب نص ليمونة ونعصرها. نص الليمونة دي طلعت، نص الليمونة دي طلع ايه، مفيهوش. هنجيب نص ليمونة تانية، نص ليمونة كده ونعصرها عليه، ونبتدي نقلب برضه. هيغلي غلوتين 3 بكتيره، يعني مش هنغيبه على النار بتاع 10 دقايق بالظبط. اما يبتدي يغلي اقل كمان من 10 دقايق. هو الميزة بتاعته ان هو ما بيقعدش كتير على النار. اول ما يبتدي يغلي معانا كده هنحط تذكرة فانيليا معانا. عندك مية ماء ورد، ماء زهر، المتاح عندك حطيه. هتعمليه وهترتاحي طول شهر رمضان. بصوا كده حبايبي، انا طفيت عليه، هنسيبه يهدى. بعد ما هدى خالص وبرد خالص عبيناه في برطمانات. هو كده كده بعد كده، حتى لو هو خفيف، بس هو مش خفيف معانا، يعني هو حلو بيتقل بعد كده. هنبقى نوريه لكم برده في رمضان واحنا بنعمل منه كنافه، بنعمل منه القطايف. دي الكوبايه اللي اتبقت من المقدار اللي انا عملته.